تصور انت الشخص هذا حطوا له تصويرته على الورقة ب50 باوند في بريطانيا، كيف وكيف الملكة مش على حاجة صارت توا على حكاية من 1930 1940. فما شكون سألني على حكاية كيفاش الذكاء الاصطناعي موجود من 1950، حكيت عليها في الفيديو اللي فاتت. تخيل انت الذكاء الاصطناعي موجود من 1950 وانت ما زلت ما تعرف منه، كان تحكي مع تشات جي بي تي. نركزوا مالا باش نفهموا واحدة واحدة. الأورديناتور الكمبيوتر ملي تصنع وتحط ككونسيبت كان عنده علاقة ولا هدف الزوز مع بعضهم، اللي هما الذكاء الاصطناعي. ما كانش حاجة مفصولة، ما كانوش تكنولوجيات منفصلة على بعضهم. اللي تصويرته على الورقة ب50 باوند هذا مع ملكة بريطانيا، هذا ألان تورينغ. في بريطانيا يسميوه ذا كود بريكر، باقي العالم نسميوه مؤسس الذكاء الاصطناعي، فما حتى شكون يسميه المؤسس متاع التك. سي ألان تورينغ هذا هو الشخص اللي فك الكود متاع التشفير متاع مراسلات الجيش النازي وقت الحرب العالمية. مراسلات الجيش النازي ما بين الغواصات والطيارات وغيره في الجيش، واختصر الحرب بعامين ولا أكثر معناها، وأنقذ برشا رواح. تورينغ صنع ماكينة تحل الكود حتى كي يتبدل، فيعرفوا النازيين شنو قاعدين يقولوا بينات بعضهم وشنو يحكيوا لبعضهم. بعد الحرب عمل الكونسيبت متاع أول أورديناتور نجم تعمل عليه الكودينج والبروغراماسيون أول مرة، سميت وقتها تورينغ ماشين، اللي هو أول كمبيوتر في العالم، ما كانش فما قبل. وعام 1950 خرج الورقة البحثية الشهيرة Computing Machinery and Intelligence. ومن وقتها زاد عمل التورينغ تيست اللي مازال فالابل اليوم. التورينغ تيست هذا شنو يقول التورينغ ولا الكونسيبت نتاع التيست هذا؟ انه كي تجيب شخص مقابله كمبيوتر وشخص اخر وتفصل ما بيناتهم، والشخص الاول كي ما يولي ما يفرقش، ما يعرفش الفرق اسكو هو يحكي مع بشر ولا كمبيوتر، فهذا يتسمى سمارت ماشين. نقولوا احنا اليوم سمارت كمبيوتر. The goal is simple. Can a machine converse so naturally that the human judge cannot distinguish it from a real person? اللي هي بالعبارة متاع وقتنا انتليجنس ارتيفيسيال، ذكاء اصطناعي. ومن غادي بدات الأمور تتطور، فاللي عمل أول كمبيوتر هو نفسه عمل المسار وعمل الكونسيبت والتيست متاع الذكاء الاصطناعي متاع الاي اي. فمن أولها هو نفس الشيء ونفس الهدف ونفس المسار. الذكاء الاصطناعي ماهوش اكتشاف جديد صار عام 2000 ولا 2022، ولا السر كان مخبي وخرج، هو نتيجة حتمية للتطور. فما برشا أفلام يحكيوا على ألان تورينغ بما فيهم The Imitation Game، وفي الأغلب حاولوا تفرجوا في الأفلام وحدكم مش مع الصغار.